2023. وحال السيد قاضي التحقيق المتهم الهارب سلوان موميكي بموجب أمره لحالة مرقم 600 في 14/7/2023 لإجراء محاكمته غيابيا وفق المادة 200 من الفقرة الثانية من قانون العقوبات العراقي لحرقه القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. تتلو المحكمة مستندات ووثائق الدعوة، تقرير السفارة العراقية في السويد حول الحادث، محضر تفريغ السيدي، ولتعذر احضار الشاهدين لكون محل اقامتهما في السويد واحضارهما يؤخر حسم الدعوة، لذا قررت المحكمة تلاوتها علنا. الشاهد الأول أحمد حسن علي بين في شهادته كان ذاهبا إلى الصلاة، وأثناء خروجه رأى تجمع من الناس، وأثناء اقترابه من التجمع رأى الفعل الشنيع الذي يقوم به المتهم لحرق القرآن الكريم. السيد المدعي العام. السادة الرئيس وأعضاء المحكمة المحترمون، تحية طيبة. السيد الرئيس المحكمة المحترم، تتمثل وقائع هذه الدعوة الجزائية بقيام المتهم الهارب والذي جرت محاكمته غيابيا بحرق القرآن الكريم أمام الجامع الكبير في عاصمة السويد ستوكهولم، قاصدا انتهاك حرمته وإثارة الفتنة الطائفية وإعلان الاضطرابات الداخلية في البلاد. تبين ذلك من خلال شهادة الشاهدين وكذلك محضر تفريغ السيدي، وجاءت حولها أدلة كافية ودامغة على ارتكاب المتهم الهارب جريمة تتفق وفق مادة التهمة، لذا الادعاء العام يطلب إدانته وفق مادة التهمة، وحيث أن الجريمة تتمثل بالاعتداء على القرآن الكريم وهو الكتاب المقدس عند المسلمين، والغاية الشريرة التي يراد من وراءها المتهم وهي إثارة الفتنة الطائفية، والتي تعتبر من الجرائم الخطرة مما يستوجب تسجيل العقوبة عند فرضها تحقيقا للعدالة والردع الخاص والردع العام مع التقدير. تفضل أستاذ. قرار وقع الدعوة المتمثلة بحرق القرآن الكريم ثبتت من خلال تقرير السفارة العراقية في السويد وشهادة الشاهدين ومحضر تفريغ السيدي. ولاحظت المحكمة أن فعل المتهم يمثل نوازع إجرامية خطيرة على النسيج الاجتماعي وعلى اللحمة الوطنية، لذا قررت المحكمة إدانته وفق المادة 200 الفقرة الثانية من قانون العقوبات العراقي. لذا قررت المحكمة الحكم على المجرم بالسجن المؤقت بحده الأقصى 7 سنوات حكما غيابيا قابلا للاعتراض وافهم علنا. ووجدت المحكمة أن المجرم المحكوم قد ارتكب فعلا ينطبق وأحكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي لحرقه العلم العراقي لم يجري التحقيق به، لذا قررت المحكمة إشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات التحقيقية ضده وفق المادة